السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حباباتي في قناة لمستي الذهبية. ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم كاملين مهنيين. اليوم حباباتي كما راكم تشوفوا درت معكم طبق تقليدي رئيسي وتقليدي، طبق جزائري 100% ومعروف في جميع مناطق الجزائر اللي هو المفرمسة. اسمه المفرمسة في جهتنا، جهة الشرق. والمهم يختلف في التسمية من منطقة إلى منطقة، و يعني هو العجين يتخدم بنفس الطريقة، واللي تختلف فيه هي التسمية وطريقة المرق. بالنسبة للمفرمسة ففيه مناطق يسميوها يقولوا لها الفطير، وفيه مناطق اللي التسمية نتاعها شخشوخة الطاجين، كاينه تريده تاع الطاجين يقولوا لها ايضا في بعض المناطق. والمهم البنات عندي هنايا كميه معتبره من يعني كميه على حسب الافراد العائله، ما تضحكوش على الكميه نتاعي لانها قليله. انا يعني العائله نتاعي صغيره. من السميد الرقيق او الفان، ديروا الفان يا البنات باش يجيكم سهل في الخدمه. عندي حطيت له المقدار الكافي من الملح، ونبدأ نجمع فيه بواسطة الماء، يعني بالماء عادي كما راكم تشوفون موضح في الفيديو بهذه الطريقة هذه. بالنسبة للمفرمسة يا البنات قلت لكم طبق رئيسي وتقليدي، وايضا نستعملوه او نديروه في الاعياد، في المناسبات، في كما عاشوراء، في العيد، في ايضا راس السنه يناير، في عده يعني مناسبات. وكاين شي مناطق اللي يديو لهم يديوه في صباح العروسه، يعني منطقه تاع بسكره يديوه في صباح العروسه. نبقى نجمع في العجينه تاعي بهذه الطريقه هذه كما راكم تشوفوا. خليو العجين تاعكم طري شويه. نجمعوا البنات بهذه الطريقه هذه حتى نتحصلوا على عجين متجانس، ونحطوه في كيس بلاستيكي باهي طرالي وباهي سهل عليا العمليه، يعني خليوه يرتاح شويه. خليوه يرتاح مده معينه من الزمن، يعني تقريبا ساعه الى ساعه ونصف. ولكم الاختيار، تقدروا تعجنوه يعني مره، يعني بعد ما تلموه كيما هكذا تعجنوه ديريكتومون. المهم كل واحد وكيفاش يبغي. انا نفضل اني نخليه يرتاح شويه، فانا هنا لميته حطيته في كيس بلاستيكي وخليته حتى يعني يريح لي تقريبا ساعتين. بعدين رجعت ليه ونبدا نعجن فيه. بعد ما خليته كيما هكذا فانا هنايا راح نبدا نعجن فيه. شوفوا راني لقيته ديجا راه طري ديجا، راهو رطب ديجا. حرصوا على انه العجين الاول يكون يابس، يعني ما تزيدولوش الماء. وجدوا برك كاس تاع ماء هكا اكوتي باش تبداو تسقيو فيه. نعجنوه بواسطه الكف تاع اليد بهذه المنطقه هذه من اليد، ونبداو نعجنوا فيه كيما هكذا حتى نتحصلوا على عجين رطب و يعني متجانس ورطب. بهذه الطريقه هذه نبقى نعجن فيه مليح. هو الشخشوخة تتطلب شوية مجهود، تتطلب مجهود وتتطلب وقت. فأنا دائما يا البنات نبدأ بأول حاجة نبدأ بها هي العجين، وبعدين نجوز إلى المرق، لأنه المرق ما يديليش وقت بزاف أو وقت كبير. بهذه الطريقة هذه نبقى نعجن فيه، وبعدين نبدأ نسقي فيه بالماء. شوفوا راه ولا لي رطب. انا هنايا نبدا نسقي فيه بالماء كما راكم تشوفون. نبدا نحط له في الماء تدريجيا، وندخل الماء في العجين تاعي بواسطه يعني اليد بهذه الطريقه هذه. ونبقى نلم في هذاك الماء هذاك او العجين هذاك الماء هذا كيفاش نفهمكم. المهم بهذه الطريقه هذه ما تخافوش منه يا البنات، ميم كي يجيكم في الاول يتلصق كيما هكذا
راه من بعد يتلم لكم ماشي مشكل. المهم العجين تاع المفرمسه تاعنا راه يجي طري ويتلاصق. باش تجيكم خفيفه وتنجحوا في العجين لازم يجيكم طري. اللي عندها البيتران وتحب تعجن في البيتران تعجنها مش مشكل، يعني في كلا الحالتين يدي شويه وقت. نبقى نلم في الماء نتاعي بهذه الطريقه هذه حتى نلم هذا العجين تاعي واللي متجانس كامل. هنايا راني كملت يعني طليق تاع العجين تاعي او السقي تاع العجين تاعي، راني تحصلت على يعني العجين المطلوب او القوام المطلوب. شوفوا البنات راه طري يعني طري، لازم يكون طري بهذه الطريقه هذه، يعني يتلصق في الايد. بعدين نجوز ان شاء الله باه نبدا نلوث فيها، يعني نحط العجين تاعي على جنب ونبدا نشكل فيها ونخليها ترتاح لي. المهم انا هنايا نجيب بلاطو، البلاطو نتاعي اللي نحط فيه القليل من الزيت، حطيت فيه القليل جدا من الزيت كما راكم تشوفوا، ونبدا نجيب العجين تاعي ونشكل فيه بهذه الطريقه هذه موضحه في الفيديو. تحكمي العجين تاعك كما هكذا وتلوزيه، احنا نقولوا تلوزيه، لوزوه بهذه الطريقه هذه او نشكلوه بهذه الطريقه هذه. كل ما تشوفوا باللي العجين تاعكم راه يتلصق في الايدين تزيدوا قليل فقط من الزيت باه ما يلصق لكمش. اللي ما تقدرش دير بزوج ايدين كيما هكا، يعني تشكلوا بزوج ايدين كيما هكذا، تشكلوا بهذه الطريقه هذه ايد واحده. والمهم لكم الاختيار. فبعد ما نكمل الكميه نتاعي تاع التشكيل بهذه الطريقه هذه راح نستفو كامل في البلاطو كيما هكذا ونغطيه بالورق الشفاف او البابي فيلم بهذه الطريقه. ونخليه يرتاح لي ايضا مره اخرى تقريبا، يعني ما يديش وقت كثير، تقريبا ربع ساعه 20 دقيقه، ونبدا نطيب فيه. انا هنا بديت نطيب، حطيت في البلون دو طرافاي تاعي حطيت فيه القليل ثاني من الزيت كما راكم تشوفوا. يعني تحطوا الاصابع فقط في الزيت ما تتهزوش. كما هكذا نبدا نشكل فيه. اول حاجه نبداو بالحواف، يعني كما راكم تشوفوا نسرحوا الحواف اول حاجه يعني بواسطه الاصابع بهذه الطريقه هذه. ونهزوا كما هكذا ونسرحوا البنات بهذه الطريقه هذه، ونحطه ديريكتومون فوق الطاجين. انا الطاجين تاعي تاع المفرمسه حطاته على نار هادئه جدا، يعني ناقصه باه ما يتحرق لكمش ويطيب كامل كيف كيف ويعني يجيكم مليح. بهذه الطريقه هذه ما تخافوش منه يا البنات، راه يتسرح لكم عادي، ولو حتى تغلطوا المره الاولى بالنسبه للاخوات المبتدئات معليش بالعقل يعني وتولفوه. فنخلي حتى الورق نتاعي تاع الشخشوخه يطيب لي شويه او يشيح
شويه، يعني ما يتحمرش البنات، وكانه يفور فقط كما راكم تشوفوا. فانا هنايا نقلبه على هذه الطريقه هذه، بهذه الطريقه هذه، ونحرص انه يطيبوا لي الحواف، لانه الحواف هما اللي يبقاو ما يطيبوش، ما يزربوش يطيبوا. كما هكذا نقلبوا المره الاولى كما هذه الطريقه هذه، ومن بعدين نزيدوا نقلبوا المره الثالثه، المره الثانيه عفوا. مهم نحرص على الحواف انهم يطيبوا لي مليح، يعني المفرمسه تاعنا ما تتحمرش البنات، تبقى كيما هكا. بعد ما نطيب الشخشوخه نتاعي بهذه الطريقه هذه، نحطها في صحن يعني هكا نسرح كل وحده نحطها من فوق هكا، ونغطيه بورق البابي فيلم باش ما يشيحليش، لانه ثم تشيح المفرمسه. ونواصل حتى نكمل جميع يعني كامل الكميه تاع العجين. بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي ما يقدروش يديروا الطريقه الاولى، فعندهم طريقه ثانيه اللي هي هذه. تسرحوا العجين تاعكم، تسرحوا له الحواف بنفس الطريقه الاولى، وديروه كيما هكا، تبقاو تهزوه كيما هكذا وتسرحوه. والمهم انا نفضل الطريقه الاولى صراحه، ولكن المبتدئات يقدروا يديروا هذه الطريقه الثانيه ويطيبوا بنفس الطريقه الاولى، يعني نفسها. نجوزوا الان الى طريقه تحضير المرق تاعنا. فانا هنايا عندي كميه من اللحم والدجاج. احنا في جهتنا نخلطوا دجاج واللحم، يعني ما نديروش غير الدجاج، يعني ما نديروش غير اللحم او غير الدجاج، نخلطوا. فهنا أنا عندي اللحم الغنمي، عندي كميه معتبره من الحمص مشمخ او منقوع في الماء، 2 حبات طماطم مرحيين منحيت لهم القشر. عندي كميه تاع البصل، عندي 2 حبات كبار، يعني المفرمسه راهي تبغي البصل يا البنات. وعندي 2 سنينات تاع الثوم مربيين. عندي هنايا لفت اختياري. عندي طماطم مصبره ملعقه كبيره وملعقه صغيره من الهريسه. بالنسبه للتوابل فعندي المقدار الكافي من الملح، الكزبر اليابس المطحون هام جدا هنا في المفرمسه البنات، احنا نديروه يعني لازم يكون حاضر. ملعقه كبيره، ملعقه صغيره من الزنجبيل، ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر او البابريكا. انا هنا حطيت البابريكا فوق، ثم تقدروا ديروا الحلو. عندي هنايا 7 بهارات او البهارات المشكله او كيما احنا نسميوه لفاح. نجيب الكوكوط تاعي حطيت فيها اللحم نتاعي، ونحط جميع المقادير. يعني هنايا حطيت البصل والثوم، زيد عليهم الحمص. بالنسبه للحمص اللي عنده الحمص طايب او الحميصه طايبه فيخليها في اخر المطاف. انا الحميصه نتاعي هنا راهي غير مشمخه او منقوعه. نحط جميع المقادير تاع التوابل بهذه الطريقه هذه، يعني في دقه في مره واحده. هنايا 3 ملاعق من الزيت، انا استعملت زيت زيتون، ثم تقدروا ديروا زيت النباتي يعني اختياري. ونحط ايضا الطماطم، نحط الطماطم المصبرة والهريسة. الهريسة اختيارية البنات، تقدروا تنحيوها، تقدروا ديروا القرن تاع الحار اللي متوفر عنده، انا ما عنديش. واللفت نخليه حتى اللحم نتاعي يدخل له الطياب، لانه ما يحكمليش وقت بزاف. والحميصه ثاني تدخلها الطياب. حنحطهم على نار ونزيد لهم كاس من الماء، ونخليهم يتقلاو لي مليح حتى تذبل لي هذيك البصله واللحم نتاعي، يدي لي النكهه تاع البصل وتاع التوابل. كاين بعض المناطق يا البنات يديروا فيها الزبيب، وكاين بعض المناطق يديروا فيها الفرماس. والمهم تتفرق، انا ما ندير لا زبيب ولا فرماس، لانه يعني العائله نتاعي ما تاكليش الزبيب، فصراحه يعطي نكهه اخرى، يعطي نكهه يعني يجي سكري سالي، يجي بنين بزاف.
هنايا بعد ما تقلات لي، لكم الاختيار، يعني تقدروا تزيدوا الزبيب او تقدروا تزيدوا الفرمات. اذا زدتوا الزبيب زيدوه مع اللفت، يعني زيدوه في الاخير. بعد ما قليت فانا هنايا راح نمرق ماء دافئ قرابة يعني 1 لتر. المهم يتغطى لي اللحم نتاعي مليح بهذه الطريقة هذه، ونسكر عليه لاكوكوت تاعي حتى يطيب لي كيما هكذا. ما تكثروش الماء بزاف باش ما تجيكمش صامطة البنات. بعد ما اللحم نتاعي تخلو طياب فانا زدت لهنايا اللفت بهذه الطريقة هذه. راح نخلي المرق نتاعي، اللفت نتاعي عفوا، حتى يطيب والمرق حتى يتخثر لي. بالنسبة نرجعوا للشخشوخة، فانا هنايا نفتتها بهذه الطريقة هذه بواسطة اليد كيما هكذا، ونحطها تفور لي في الكسكاز حتى نتحصل على يعني شخشوخة مفتة بهذه الطريقة. نحطها تفور لي في الكسكاس. بعد ما نفورها نجوز الى يعني نحطها في صحن تقديم. بعد ما تفوروها البنات حطوا لها طرف تاع زبده هكا باش تجيكم مليحه وتجيكم بنينه ايضا. اول حاجه بالنسبه للمرق نتاعي راه وجد لي كما راكم تشوفوا. في صحن التقديم نتاعي نحط المرق هو اول حاجه يعني بهذه الطريقه هذه، وبعدين نزيد عليه الشخشوخه به. يعني الشخشوخه نتاعي تتطلب شويه مرق بزاف، فباه تجيني كامل مزكيه، سورتو اذا كان عاد يعني ضياف وهكذا بهذه الطريقه هذه. نتمنى أن الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم أو هذا الطبق التقليدي تاع نهار اليوم يعجبكم وينال رضاكم يا البنات، وتجربوه على طريقتي بطريقتي. إذا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق، وتشتركوا في القناة، بارطاجيو بلا فيديو مع أحبابكم، وتفعلوا خاصية الجرس حتى